اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج السنيور. مؤخرا كده وفي السنوات الاخيره انتشر كتب طبيه وتمريضيه كتير جدا، وفي ناس بتسال ومحتاره تشتري اي كتاب وايه اكتر الكتب اللي هتفيدهم. في الفيديو ده انا هقسم لك الكتب على حسب الاقسام اللي انت شغال بيها، وهقول لك ايه اكتر كتب هتستفاد بيها فعلا. يلا بينا. لو انت شغال في العنايه المركزه ومهتم قوي بجو العنايه المركزه، او حابب لسه تبدا في العنايه المركزه، ففي كتاب انصحك بيه بشده، هو كتاب ذا انتنسيفست. الكتاب ده نزل منه اصدارين، ده الاصدار الاول وده الاصدار الثاني. طب انت يا ترى هتشتري اي اصدار؟ هتشتري الاصدار الثاني، لان باختصار الاصدار الثاني شامل الاصدار الاول زائد التحديثات الجديده اللي اتحطت في الاصدار ده. انا كنت عملت فيديو شرح كامل للكتاب ده، لو انت حابب يعني تعرفه ممكن ترجع للفيديوهات القديمه. ده بالنسبه لشغلك في العنايه المركزه. تاني حاجه بقى، لو بتحب جو الحضانات والشغل مع النيونيت، ففي كتاب ممتاز جدا جدا، هو كتاب نيونيتال نيرسينج بوك. هو ده الكتاب بتاع نيونيتال نيرسينج بوك، والكتاب ده برضه انا كنت عملت مراجعه شامله عنه، لو حابب تشوف الفيديو بتاعه. الكتاب ده تقريبا فيه كل المعلومات اللي انت محتاجها عشان تبدا في الحضانات، وانا واحد من الناس بشتغل حضانات وبشتغل عنايه مركزه، والكتاب ده فادني فعلا، والكتاب ده كمل لي المعلومات بتاعتي، تقريبا شامل كل حاجه. فلو انت ميال كده لجو الحضانات وجو الاطفال فانصحك بالكتاب ده. تالت حاجه بقى، لو انت عايز تبدا في مجال العمليات ومحتار برضو ما بين الكتب اللي موجوده في السوق، تعمل ايه؟ في كتاب بسيط جدا وسهل جدا اسمه نيرسولوجي فور سيرجري، وده كتاب نيرسولوجي فور سيرجري. برضو انا كنت عملت فيديو شامل على محتويات الكتاب، لو حابب ترجع له. الكتاب ده حجمه بسيط جدا، الحاجات اللي جوه فيه بالعربي والمصطلحات بالانجليزي، يعني سهل لاي حد يقدر يقراه ويبدا في مجال العمليات. في كتاب بقى نزل مؤخرا خاص بقى شويه بالادويه، اسمه فارما نيرسينج. كتاب فارما نيرسينج انا صحيح لسه ما عملتلوش فيديو المراجعه، بس انتظروا في فيديو خاص بالكتاب ده علشان اقول لكم كل حاجه فيه. الكتاب ده ممتع جدا جدا لاي حد بقى بيهتم بمجال الادويه وحابب انه يطور نفسه في الادويه، فانتظروا في فيديو قريب للكتاب ده. في كمان كتابين هيتوفروا قريب وهعمل لكم عنهم مراجعه. الكتاب الاول هو ذا انتنسيفست، بس اصدار الغسيل الكلوي، يعني لو انت بقى حابب تشتغل غسيل كلوي وتزود معلوماتك في الغسيل الكلوي فهتشتري ذا انتنسيفست اصدار الغسيل الكلوي. اخر كتاب بقى خاص بمجال قسطره القلب، حقيقي الكتاب ده عملاق جدا جدا، هو عباره عن كتابين اسمهم كاس لاب، وباذن الله برضو قريب هعمل لكم فيديو عن الكتابين دول. ده كان باختصار الكتب اللي موجوده حاليا في السوق واللي انت محتار تشتري ايه ما بينهم، فاتمنى اكون افدتكم بخصوص الكتب. سلام.